الاهلي اللي قبل نهائي كاس الانتركونتيننتال وبطل السوبر الافريقي بعد الفوز على العين الاماراتي بثلاثيه. السلام عليكم واهلا بكم. اسماعيل محمد ولا اقول لك ايه اللي حصل في الماتش. احرز اهداف اللقاء وسام ابو علي في الدقيقه 32 وامام عاشور في الدقيقه 55 وقفشه في الدقيقه 90 من ضربه جزاء. مارسيل كولر بدا بنفس تشكيل ماتش القمه اللي فات. الاهلي نزل الماتش بضغط كبير مستغل نشوه الفوز بكاس السوبر المصري وعامل الارض والجمهور اللي كان عامل عظمه النهارده. لعيبه الاهلي كانت منظمه جدا وكانوا منتشرين ومستحوذين على الكره بشكل كويس جدا وكان في تركيز وروح كبيره بقالنا كتير ما شفناهاش. بس مشكله اللمسه الاخيره وانهاء الهجمه دي اكتر مشكله موجوده في الفريق ولازم يتم علاجها على وجه السرعه. اللعيبه كلها كانت رجاله بس عجبني قوي كوكا في نص الملعب، لاعب قادر على تدوير الكره والتمرير لعمق واطراف الملعب بشكل كويس جدا. وكمان تغييرات كولر بالرغم انها جت متاخره كالعاده ولكن كانت مفيده واضافت لشكل ولعب النادي الاهلي. الاهلي لازم يكون في تدعيمات الفتره الجايه علشان تفضل مكمل بنفس الاداء اللي حصل النهارده وماتش القمه اللي فات واللي حصلت فيهم على بطولتين. النادي الاهلي محتاج ثلاثي في خط الهجوم، راس حربه واثنين وينجات، وكمان لاعب رقم 8 ما يقلش جوده عن امام عاشور ويكونوا كلهم على اعلى مستوى. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. ولو عايز تعرف اخر اخبار الرياضه اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. طلع على حبيبك النبي. سلام.